فهو بقى قاعد حياته واستحقاقه في الحياة بقى مربوط دايما برأي الناس دي، مش ان هو شيء حق مقدس ليه ربنا كفلهوله قبل اي حد تاني في الدنيا. ازاي تقعد في مكان وممكن تبقى كل الناس اللي قاعده حواليك دي انت عارف ما بيحبكش ما بيطوقكش وتفضل مكمل عادي. الناس بقت وحشة، ده حقيقي. يعني مش حابب اكون حد بيجيب مواضيع كئيبة، بس الوضع بصراحة بقى صعب. يعني الناس بقت مركزة مع بعض بطريقة صعبة، طريقة بجد تضايق. يعني حاسس كده ان الدنيا اتغيرت، والوضع اللي هو كان موجود برضو ان الناس كانت برضو مركزة مع بعض وبتحكم على بعض، الوضع ده يمكن بسبب السوشيال ميديا او بسبب حاجة معينة حصلت اتغير. يعني اتضاعف. الناس بقت خايفة، يعني من كتر ما الموضوع ده بقى بيحصل تحس ان الناس بقت خايفة ان هي تعيش او ان هي تكون نفسها او ان هي تعمل اي حاجة اصلا. بقت الناس بس قاعدة مرعوبة، كله قاعد خايف من اللي جنبه. تحس ان هو احنا عملنا سجن لنفسنا وحطينا نفسنا في السجن ده. يعني محدش حبسنا خالص، بالعكس احنا عملنا سجن وهمي وعشنا فيه وبنعاني منه وبنفضل نعاني منه، ومحدش فينا فاهم ليه احنا في السجن ده مع ان احنا اللي عاملينه. ومحدش عنده استعداد ان هو يعمل اي حاجة او حتى يتكلم على ان ما ينفعش كده. محتاجين صوت عقل شوية ان كل الناس بقت مركزة مع كل الناس، بقى كل واحد حاطط نفسه سايب حياته خالص، مش مركز هو بيعمل ايه ولا مهتم هو بيعمل ايه، ومركز مع كل اللي حواليه. قاعد ما بيعملش حاجه، حرفيا هو قاعد ما بيعملش حاجه، هو قاعد كل اللي بيعمله ان هو قاعد بيتابع كل الناس وبيحاول يشوف اي حد هيعمل اي حاجه ممكن تتصنف او تتأيف او تتسوق ان هي خارج اطار المألوف، ويجري الحق فلان الفلاني شوف بيعمل ايه وبيسوي ايه، والحق يلا بسرعة حط المشنقة، والحق يلا بسرعة تعالوا نجيب القضاء والحكام، وكل الناس فجأة تركب أجنحة ويبقوا ملايكة بجناحات. في ايه يا جماعة؟ في ايه يا جماعة؟ ما بالراحة شوية يا جماعة، احنا بني آدمين برضه. ما هو الناس اللي عايشة التانية دي برضه بني آدمين، بيغلطوا وبيعملوا حاجات صح وبيهبلوا وبيقولوا كلام. السوشيال ميديا خلتنا نرجع للعصور الوسطى بالظبط، كونسبت وطريقه تفكير اهل القريه. عارف، عايز تتخيل معاك قريه بتاعت العصور الوسطى كده، لما يجي لهم فلان الفلاني يسمعوا عن مش عارف مين بيعمل ايه، فاهل القريه كلهم ياخدوا النبابيت ويطلعوا بالنار كده ويطلعوا يولعوا في البيت بتاع الشخص ده عشان هم سمعوا عنه حاجه. الحق اجري بسرعه، في حد بيعمل حاجه احنا مختلفين معاها او مش شايفينها صح او احنا كنا نفسنا نعملها بس خايفين، بس هو عملها فيلحق بسرعه ايه، يلا نلحق نقتله قبل ما هو يفكرنا قد ايه احنا خايفين نعيش. السوشيال ميديا بدأت ترجع الموضوع تاني. يعني قعدنا فترة حلوة كده كانت الناس إلى حد ما لسه برضه، بس الموضوع ملموم. انما دلوقتي بقى فعلا عادي في اي لحظة مثلا تبقى انت مثلا واحد شقيان وطالع عين اهلك وانسان طيب اصلا، بس يفضل يحصل معاك مواقف وانت بتعديها مثلا، وفجأة هوب الموقف الوحيد اللي انت تخرج عن شعورك فيه مثلا قصاد حد وتقوم شاتمه مثلا، ولا خبطه خفيفة كده حد يقوم مصورك فيديو منزلك، خلاص يا معلم انت كده ايه، اهل القريه كلهم حكموا عليك. هي اللقطه دي هو الفريم ده بس، ما بقاش بقى في بني ادم ورا الفريم ولا اي حاجه، ولا تفاصيلك انت، كل تفاصيلك اتشالت منك وفجاه قلعت الملط وبقيت محطوط على منصه محكمه السوشيال ميديا والراي العام. كل مواقف حياتك بقى، كل صله الرحم وبر الوالدين وجدعنتك مع اصحابك وتضحياتك لاجل عيالك، كل ده ما بقاش ليه وجود ومبقاش ليه تمن، وبقيت انت الشتيمه دي والزقه دي واللقطه دي اللي اتصورت واتخدت فريم. ليه؟ لا اصل احنا كلنا ملايكه، فاهم؟ احنا كلنا ايه، بنركب جناحات كده فجاه ونبقى ملايكه، وكل واحد في بلاوي الدنيا والدين.
الناس فيها بلاوي ملهاش اخر يا ما يا بني ادم، وفجأة بقدرة قادر على السوشيال ميديا تلاقي هم نفس الناس دول اللي كلهم ملايكة وبيرفرفوا بجناحات واطيبهم شرير برضه. ما هو في الاطار ده شرير، ما بتلاقيش حد يخش يقول يا جماعه ده بني ادم فيه يا جدعان يمكن الراجل كان بتاع. لا، ما ينفعش تخلي كلام الناس واللي الناس عايزاه واللي الناس شايفاه صح واللي الناس شايفاه غلط هو المحرك الأساسي لحياتك. حياتك هتروح في 60,000 داهية. في واحد كده سألت سؤال: الناس مهمين صح؟ قال لي طبعا صح. قلت له غلط، ناسك مهمين، الناس مش مهمين. لازم تكون بتعرف تفرق ما بين الناس وما بين ناسك. ناسك حط حواليهم 100,000 سور بيحمي، اما الناس مجرد نويز، ضوضاء، حاجة في الخلفية، رأيها مش مهم قوي. يعني رأيهم لازم يتعامل بالطريقة دي، ان هم مش مهمين. ودي حاجة البشر عارفينها وبيقولوها من سنين السنين، بس احنا يمكن نسيناها، او لانها ما بقتش تجيب مثلا مشاهدات او تجيب لايكات فبطلت الناس تعمل، او ما بقتش على هوا الناس. بس احنا من ايام جحا وحماره ان الناس كده كده مهما انت عملت عمرك ما هتعجب كل الناس. ده معروف. ما انت لو بتبيع ايس كريم عمرك ما هتعجب كل الناس. هيبقى في ملايين الملايين من الناس شايفاك انسان لا يستحق الحياة. هي كده. طب وبعدين لو انت بقى عندك الحته الداخليه بتاعت انا كلام الناس هو البوصله المحركه بالنسبه لي، انت عمرك ما هتتحرك. ما انت قاعد في مكانك لانك مستني يبقى في اجماع على اي شيء انت عايز تعمله، ومفيش اي شيء عليه اجماع. ده الرسول عليه الصلاه والسلام ما كانش عليه اجماع. طب ازاي انت بتصرفاتك هيبقى عليك اجماع؟ احنا نسينا كل ده، ونسينا ان احنا بشر، ونسينا حقيقه البني ادمين، وبقينا بنتعامل مع بعض ان يلا بسرعه الحق ادمرك قبل يعني ما تعرفش ليه. يعني ما تفهمش هل ده نوع من انواع الكبت الناس بتفرغه في بعض. فاول حته ان لازم دايما تبقى بتفرق ما بين ناسك وما بين الناس. ناسك دول فعلا تهتم بيهم، لان ناسك دول بيخافوا عليك، ناسك دول عارفينك كويس، ناسك دول بيبقوا عارفين تفاصيل الموضوع، وناسك دول لما بيبقوا بيقولوا حاجه ولا بينصحوك في اغلب الوقت بيبقى قلبهم عليك بجد. ولو ناسك دول، ركز معايا، لو ناسك دول بقوا قلبوا عليك عشان حاجة خارجة عن إرادتك، أو حاجة اللي هو أنت ما بتأذيش فيها حد، وحاجة متفقة مع مبادئك أنت وأخلاقك أنت، يبقى دول ما كانوش ناسك من البداية. فنرجع تاني لحتة إن المبدأ واحد. ناسك هم المهمين مش الناس. ناسك هم الناس اللي انت عارف هم دول عارفينك على ايه، وانت عارفهم على ايه، وبتحبهم ازاي، وهم بيحبوك ازاي. اما الباقيين فهم لازم يتعاملوا في اطار ان هم حاجة في الخلفية. وبالنسبة للناس احنا كلنا محتاجين نهدى على بعض. يعني محتاجين، لا كان زمان يقول لك كده لما انت بتشاور على حد افتكر ان في 3 صوابع تانيين بيشاوروا عليك. احنا نسينا ده بقى. كلنا عاملين ايه؟ اهو خد كل صوابع انا مشاور عليك ولكن انا ماليش وجود. انا يعني انا ما اعرفش احنا ليه زي ما بيقولوا ايه بالانجليزي كده بنضرب نفسنا في رجلنا بالنار يعني. بجد حياه بشعه اللي انت تبقى عايشها. بتفكر قبل ما تعمل اي حاجه ولا بتقول اي كلمه او تعمل اي حاجه، هل اي حد من الناس هيوافق؟ هل هيجيب عليا اي نوع من انواع الوجع؟ طب ما يعني معلش، يعني هو دي حاجه انت كده كده لازم تتقبل ان انت هتتضرر فيها وهتتاذى فيها. ده سنه في الحياه، ده جزء من طبيعه. زي ما انت بتكبر وبتشيخ وسنانك بتقع وشعرك بيقع ودقنك بتبيض، جزء من الحياه برضو ان انت تفضل تاخد ضربات في سمعتك وفي حياتك، وناس تطلع عليك كلام وانت بتكمل في طريقك. ما بتسمحش ان الكلام ده ان هو يوقعك. ولو خدت بالك وركز في الموضوع ده، اي حد في حياتك بتلاقيه عايش في الخوف المتواصل من كلام الناس بيبقى معدي. مجرد بس ان انت تقعد جنبه ولا تعدي من جنبه هتلاقيه بيشدك كده للقاع، للرعب، حياة الرعب. وعامل هو عايش حياته دايما ان هو تحت سبوت لايت، وان في حكام قاعدين في اي لحظة من اللحظات هيطلعوا عليه حكم الاعدام. فهو بقى قاعد حياته واستحقاقه في الحياة بقى مربوط دايما برأي الناس دي، مش ان هو شيء حق مقدس ليه ربنا كفلهوله قبل اي حد تاني في الدنيا. انت موجود هنا وانا موجود هنا عشان ربنا كفل لي حق الوجود ده، مش عشان تاني حد سمح لي ان انا ابقى موجود.
مفيش بني ادم هو اللي سمح لي بوجودي دوت، هو رب الكون هو اللي خلقني، هو اللي خلاني هنا. فبالتالي استحقاقي في الوجود ده حتى لو هو انت شايف انا بعمل حاجات مش انا اللي بعملها، انا ماشي في حياتي غلط، مبادئي مش حلوه، انا بني ادم مش لطيف بالنسبه لك، مش مهم. سيب الناس في حالها، زي ما بالانجليزي يقول لك ايه live and let live. وانت ما تشغلش بالك بكلام الناس، كلام الناس كده كده هيحصل. لو انت ما عرفتش تتقبل حته ان اذى الناس وكلامهم عليك وبهدله الناس ليك ده واقع وحقيقه، عمرك ما هتعرف تكمل حياتك. فهو الموضوع عندك انت، يا تتقبل، يعني تتعلم ازاي تقعد في مكان وممكن تبقى كل الناس اللي قاعده حواليك دي انت عارف انهم ما بيحبكش ما بيطوقش، وتفضل مكمل عادي. يعني مجرد اكيد طبعا مش تبقى حابب الشعور ده، بس الشعور ما يدمركش. ما فكر برضو انت ليه لما بيبقى قاعد في مكان حد مثلا شافك بطريقه وحشه انت ما بتستعملش ده؟ دي اسئله انت لازم تسالها لنفسك. لان هو ليه بقى عنده السلطه دي؟ شخص غريب لا يعرفك ولا تعرفه يبقى عنده السلطه دي عليك لمجرد ان انت بس مش مستحمل فكره ان هو يشوفك بطريقه وحشه. لازم تقعد مع نفسك وتفهم. احنا ممكن نتكلم في الموضوع ده في حلقات تانية وفيديوهات تانية، بس لازم تقعد مع نفسك وتفهم ليه ده بيحصل. لان ده مش مظبوط ومش طبيعي ومش سليم. في حاجه غلط حصلت في شخصيتك من التربيه من وانت طفل. ده كله بيتعالج عادي، بس لازم تبقى مدرك ليه كلام الناس بيأثر عليك. الحلقه المتصله ديت احنا ما وصلنا لهاش غير لما كل واحد بقى خايف. الاول هو بقى خاف من كلام الناس على نفسه، فبالتالي بقى هو اكتر شخص برضه لما بيحصل موقف بيسلخ الناس سلخ. فهي دايره متصله. انت لما تبص جوه، كل واحد يبص جوه الاول ويهدى كده، هيبدا يهدى على الناس. فهي دي رسالتي. هو كلام احنا بندردش عادي يعني، بس حسيت ان الوضع عمال يزيد والناس بقت بجد خايفه. الوضع بقى بشع، الناس بقت خايفه من نظره وعيون الناس التانية بسبب السوشيال ميديا. الموضوع زاد عن حده. فاحنا محتاجين كلنا نهدى كده ونفتكر ايه، ان كلنا بني ادمين وكلنا بنغلط وكلنا مطالبين ان احنا نعيش ونتقبل انفسنا. ف بس يعني اتمنى ان انا اكون قلت اي كلام مفيد، ولو ما قلتش كلام مفيد اتمنى برضو ان الكلام بتاعي ما يكونش كان ممل جدا. ف يلا السلام عليكم.